كيمو لغايه دلوقتي ما دفعناش غير سافرت تركيا. الفيديو ده هيغطي مصاريف رحلة تركيا. تعال اوريك ازاي تقدم على فيزا تركيا من جوه المانيا انا كمصري، وكمصري عايش في مصر ازاي برضو تقدم عليها. الموقع اللي انا هوريه لكم ده يا جماعه دلوقتي بينطبق عليه مصريين عايشين في مصر بس بشروط معينه. شايف انت الاجراءات دي كلها لو هي معاك في الحاله دي بتعرف تطبق نفسك وتقدم على الموقع ده، لكن لو مش معاك حاجات معينه زي الشنجن وزي حاجات تانية تعرف انك انت برضو تقدم على الفيزا، بس لازم تروح السفاره وتدفع شويه مصاريف زياده شويه. فانا هسيب لكم اللينك ده تحت في الديسكربشن تعرف التفاصيل اكتر. بتقدم اول حاجه وبتدفع الفلوس، وبعدين بتعمل داونلود حالا للفيزا وانت واقف، تختار انت الدوله اللي انت منها ايه، وفي اخر خطوه هنا بيحدد انت الايام اللي انت هتسافر فيها من امتى لامتى. الفيزا دي بتديك 30 يوم سماح وسعرها 30 يورو بس. عشان بقى تكمل تكلفتك هنا في اسطنبول، الفندق او الاقامه او الاستضافه عاده بتبقى ما بين 60 يورو ل 120 يورو في الليله. سعر بقى التذكره، بص يا معلم الموضوع يختلف انت جاي منين. انا مثلا كنت جاي من فرانكفورت، فانا جوه قاره اوروبا، فالموضوع سهل وبالتالي السعر رخيص شويه. الافريج بيبقى حوالي 150 يورو، وعلى حسب انت برضو حاجز التذكره بقالك قد ايه. يعني انا مثلا دلوقتي لو حجزت بعد 3 شهور قدام هاخد سعر ارخص بكتير عن ان انا احجز الاسبوع اللي جاي مثلا، فده طبعا يفرق جامد. طيب حاجه تانية، السعر بتاع مصر بيختلف تماما. يعني انت لو بتحجز من مصر على اسطنبول هتلاقي السعر مختلف شويه. انا جبت لكم افريج كده سعر متوسط للتذاكر علشان تبقى انت عارف برضو انت الموضوع هيكلفك في حدود كام. We have met Furkan. Hello. Our Turkish friend. Yeah, hello everybody. Very glad to see you. Thank you so much. Nice to Furkan meet مش you. عارف يعني Thanks منور. for the assist. Yes. Thanks for the help. It was not easy to find you in the airport. Sorry for happening. Sorry for happening. بعد ما دورنا على الراجل نص ساعة الحمد لله لقيناه. بس احلى حاجه عجباني بقى في العربيه كلها انا ايه؟ نقيتها لك بنفسي. الفانوس اللي فوق دوت وفرش الكراسي الصراحه. فرش احسن من حياتي. اكتر حاجه مريحاني. تقعد كده يا معلم وانت. تعالوا بقى نتكلم يا جماعه على تكلفه التاكسي والمواصلات. تعال اوريك. ده كده اوبر 177 ل 233، بس في الحقيقه هو اخد مني 180 يعني. مسافه بالظبط 16 كيلو، يعني من الاخر تاني 16 كيلو دفعنا فيهم 9 يورو، 180 ليره وصلتنا لوسط البلد في احلى مكان فيك يا اسطنبول. احنا دلوقتي يا جماعه خدنا بريك كده، نزلنا عشان نروح ندور على غدا. طيب في اكله بقى حلوه قوي قوي لقيناها بصراحه وعجبتني، اول مره اشوفها بصراحه هنا في تركيا، فقلت اما اوريها لكم كده واصورها لكم عامله ازاي. مطعم حلو قوي شكله، اكله شكلها شيك قوي. طلبت الاوردر ومستنيه يخلص عشان اروح اجيبه. ده كده المطعم اللي انا بقول لك عليه اللي هو عاجبني، ودي الاكله اللي انا طلبتها. بصوا يا جماعه هي دي الاكله ايه. الاكله بتاعتي دي عملت 5 يورو بالظبط، والراجل ده مكلفك كام يا باشا؟ 3.5 يورو. يعني احلى من كده مش هتلاقي حاجه في تركيا. 5 يورو و3.5 يورو تاكل احلى غدا في الدنيا. يعني يا جماعه من الاخر كده هو مجمل على بعضه لو انت مصري قاعد جوه اوروبا جوه المانيا بالاخص حوالي 250 يورو هيكلفك التذكره بكله على بعض وانت مسافر. لكن لو انت في مصر وعايز تروح على اسطنبول فالموضوع كله على بعض في حوالي 630 يورو. المعلومه دي صحيحه يا معلم؟ هو انتوا يوم الجمعه في تركيا في شغل؟ طبعا ما بنعطل مثل اوروبا تماما، بس عن وقت جد؟ الصلاه يعني بوقت الصلاه نحن بناخذ بريك دائما. تاخدوا بريك؟ تمام. بريك لمده كام ساعه بقى؟ ساعه واحده مشان الصلاه، بنروح نصلي ونرجع تاني على الدوام مباشره. اوكي. سمعت الحوار ده؟ نعم. تركيا يوم الجمعه شغالين عادي زي اوروبا، وبياخدوا بريك بس في الصلاه، يروحوا يصلوا الجمعه في المسجد وبعد كده يرجعوا تاني. والله ويرجعوا يكملوا شغلهم وحياتهم عادي خالص. يوم الاجازه الرسمي في البلد ايه؟ مثل اوروبا تمام. سبت وحد زي اوروبا بالظبط. حلو قوي. خدها معاك. حبيبي. وحشتيني يا مصر. خدها معاك. And you are from Turkey, right? Yeah, I'm from Turkey. How many languages do you speak? Turkish, English, sometimes a little bit Arabic. Like what? Say something. أنا اسمي أوسن. أنا اسمي أوسن. Oğuzhan. أنا ما بعرف عربي. اسطنبول يا جماعه في رايي انا الشخصي هي فيها شبه كبير جدا من القاهره، زحمه في كل حته، وبعدين كمان المحلات في كل ركن، والاجواء كده اجواء القاهره. عارف انت من الاخر الشارع اللي احنا رحناه دوت اللي هو سلطان احمد،
انت لو عايز تصرف فيه فلوس اكتر هتصرف في كل خطوة فلوس، لان بجد المحلات في كل مكان والمنتجات تحفة. ومش هنكر عليك بالنسبة لنا احنا في اوروبا هنا رخيصة، ارخص من انك انت تشتريها في اوروبا. في اوروبا بتتباع فعلا بالضعف، فبجد هي تعتبر كانت لقطة. يعني من الاخر المصاريف بتاعتك ممكن تزيد على حسب احتياجاتك وعلى حسب عينيك يا معلم. يعني لو لقيت حاجات عجبتك هتشتري وهتدفع. وبجد هي ارخص من اوروبا، لكن هي اكيد مش ارخص من مصر، بس فيها منتجات كتير جودتها عالية ونظيفة. فمن الاخر انت ومزاجك. كريم عجبه الطبق ده. نيني فور وات ايت. يا جدعان احنا ماشيين في الشارع هنا، وعايز اقول لك ان في عرب كتير قوي منتشرين. انا سامع العربي ده اكتر من التركي تقريبا. احنا مسيطرين في كل حته كده، ينفع كده؟ يا جماعه دول عاملين فرع تبيع فيه الكريبتو كله والبيتكوين والحاجات دي كلها، تقدر تبيعها كده زي الصرافه وتاخد فلوس كاش. انا اول مره اشوف كده في حياتي في اي دوله. حاجه بقى مهمه وما ينفعش انك تنساها، هي مصاريف، بس مصروف الوقت. يعني من الاخر لو انت رايح لازم تحسب وقتك صح. للاسف دي حاجه مش بايدينا، يعني انت مش هتعرف تتحكم في وقتك اللي انت مسافره، سواء بقى انت مسافر سفريه فسحه ده موضوع تاني، لكن لو انت رايح لمهمه معينه يبقى الوقت مش بايدك. في الحته دي بقى نصيحه لوجه الله، لان احنا معرفناش نظبطها في الوقت للاسف، كنا مضغوطين جدا، هو انك انت تخصص يوم كامل فقط لزياره المساجد. يا جماعه انتوا مش متخيلين قد ايه طول ما احنا ماشيين بس في شارع واحد كميه وعدد المساجد اللي احنا شفناها في خلال وقت بسيط جدا. بجد كانت تحف معماريه. احنا طلعنا من القمه فوق عشان تشوفوا تركيا ومساجد تركيا. يا جماعه المساجد، البلد دي حلوه قوي يا جدع. المساجد بصراحه يا جماعه تركيا مليانه كميه مساجد رهيبه، عبقريه رهيبه حقيقي. يعني تفتح نفسك كده، عارف اللي هو انا عايز اعتكف في المسجد ده، عندنا بصراحه في مصر يعني 1 2 3، بس هنا في الوفات بصراحه. كل 10 متر مسجد. ده بص يعني حرفيا المسجد الاولاني اهو والمسجد الثاني اهو، يعني مترين تقريبا. يعني انا بجد من الحاجات اللي ندمت عليها واللي اكيد هروح تاني تركيا واسطنبول علشان اعملها هو زيارة المساجد. فبجد لو انت رايح تركيا او اسطنبول لازم وغصب عنك تخصص يوم كامل لزيارة المساجد. اللي انا برضو شايفه مهم وان انا عايز اوضحه لكم هو موضوع بقى، طيب هي دي الاسعار يا اسلام وهي ديت التكلفة وسافرت رحت اسطنبول بالسعر ده، طيب يا ترى بقى الناس اللي عايشة هنا بمرتباتها يعرفوا يعيشوا، يعرفوا ياكلوا، يعرفوا يشربوا، يعرفوا يعيشوا العيشة اللي انت جيت صرفتها هنا، ولا الموضوع صعب عليهم؟ في فيديو ان شاء الله جاي باذن الله انا هعمله على سعر مرتبات العرب اللي زينا هنا في اسطنبول. هتشوف حاجات هتفاجئك.